اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. جايلكم النهارده في فيديو جديد وروتين جديد ان شاء الله كده يشجعكم، خليكم تقوموا تخلصوا كل اللي وراكم. انا يا جماعه لسه مكمله في تنظيفات الصيف، طبعا زي ما قلت لكم الفيديو اللي فات بدات حاجه لازم اكملها، ومنها ايه نظافه للشقه، ومنها كمان تجيب لنا احنا طاقه ايجابيه كده وتشغلنا تشغل وقتنا والله العظيم. لما يكون وراكي حاجات كتير في شقتك وبتعملي كل يوم حاجه على قدك كده وبتنضفي وبعد كده الصلاة بتيجي بتقومي تصلي، لا بتقرأي الورد بتاعك من القرآن الكريم، بتدخلي تطبخي، بتغسلي مواعين، تشغلي وقتك في حاجات فيها فايدة، احسن بكتير جدا من القعده قدام التلفزيون. القعده مع اي حد كده فيها كلام كده وغيبه ونميمه. بصوا بنشغل وقتنا بحاجات والله فيها فايده برضو، يعني نظافه للبيت. فانا الصراحه كده بدات في تنظيفات الصيف. وقلت لكم قبل كده يعني على الترتيب بتاع التنظيفات، ان انت تدخلي الهدوم اللي اول حاجه خالص تتخلصي من الكراكيب، وتدخلي الهدوم الشتوي وتطلعي الصيفي، وتنقلي بقى كل اوضه من الاعماق وهكذا، ونغسل البطاطين والكلام ده كله. عايزه اقول لكم ان انا بدات الصراحه يعني في بل البطاطين، انا هنزل لكم الفيديو اللي جاي يعني ان شاء الله. بس عايزه اقول لكم بقى ان بيبقى فيه يعني ايام في النص كده بحب ايه، اعيد على الحاجه اللي انا عاملاها. ازاي؟ يعني مثلا زي السلم، انا بنضف الشقه من جوه، تمام، الشقه من جوه من فوق ومن تحت. السلم عايزاه يبقى نظيف، ما اقدرش كده انضف الشقق كده من جوه. بلاقي كده الاوض بقت زي العسل كده نظيفه وفله والاقي الركنه كده حلوه. اجي الاقي السلم بقى عشان فيه هوا، في بصوا يا جماعه بصوا. آم، طول النهار الجو بيبقى حر، بيجي العصر كده بيبدأ هوا، فالهوا ده بيعمل تراب ليا على السلم، تراب ناعم. فانا ما ينفعش بقى اروق الشقق من جوه غير لما بيبقى السلم زي العسل. في الصيف انا بكنس السلم ده يوم ويوم، يوم ويوم لازم اكنسه وامسحه على طول كده بالشرشوبة ومعطر الارضيات، تمام. لانه بصوا عايزه اقول لكم يا جماعه، لما ببقى بره واجي كده ادخل من البوابه كده، الاقي السلم قدامي نظيف وطراوه كده، تمام، نظيف وطراوه، بيجيب لي طاقه ايجابيه. عايزه اقول لكم ان ساعات ببقى تعبانه وما بكنست السلم بقى مليان تراب، بس ادخل كده من البوابه الاقي التراب قدام مني بقى، وخصوصا كمان اللي هو غامق، السلم غامق فبيبان عليه التراب على طول. اما لو كان ابيض ما بيبانش والله العظيم. انا اعرف سلالم الرخام بتاعها ابيض فين وفين على ما يبان التراب، يعني لو ما كنسوش 3 اسابيع يبان بقى التراب. اما بتاعي السلم بتاعي ده لو قعد يومين 3 وفيه هوا بقى وتراب بره يبان على طول. ده حلاوة الحاجة الفاتحة الصراحة، الحاجة الغامقة بيبان فيها التراب. آم، بس واحنا بنعمل السلم انا كان نفسي قوي في الرخامة دي، ومش ندمانة عليه. انا لما بعمل حاجة عايزة اقول لكم لما بعمل حاجة على ذوقي ما بندمش عليها خالص. اما بعمل لما حاجة لو اتعملت واحلى ومش على ذوقي بفضل على طول، عايزة اقول لكم بفضل حطها في دماغي، نفسي اغيرها نفسي اغيرها. بصوا فالصراحة قلت ايه في اليوم ده، الصراحة قلت اعمل اللي هو السلم الاول عشان خاطر انضف برضو الشقة اللي جوه. فالفيديو ده انا عملته ممكن تقولوا يوم وليلة، يوم وليلة. نظفت الشقة اللي انتوا شايفينها دي كده، اللي هي على طول اللي هي تحت دي، اللي هو الريسبشن، مسمياه كده الريسبشن، اي ضيف بيجي وكده. فبما اني هنضفه والشقة فوق نظيفة قلت حافظ بقى على نظافة الشقق وكده، السلم يبقى نظيف، يبقى نظيف. لان لو السلم مش نظيف ومليان تراب زي ما انتوا شايفين كده، كأني ما كنستش بقى، كأني ما كنستش ولا مسحت اي ايه اوضه ولا اي ريسبشن ولا اي غرفه والكلام ده كله. فالصراحة قبل ما انام عارفة ان انا ايه هصحى الصبح اعيد على السلم. طبعا انا كنت عامله له تنظيفة عميقة اساسا في اول التنظيفات خالص، من يوم ما كنت بكنس السطح لو تفتكروا. كنسته بقى ومسحته وظبطته. ده تاني مرة، ده تاني مرة اعمله.
زي ما قلت لكم، لما النشاط بقى بيجي لست البيت حتى لو كانت تعبانه، لا هي خلاص قررت ان بيتها يبقى قشطه فله كده، يتنفس من النظافه، هتقومي وتعملي. لو انت كسلانه بس تعملي ايه، حاجه كده كل يوم حاجه، هتلاقي نفسك الشغله دي بتجر الشغله دي، والشغله دي بتجر الشغله دي، وخليها في اولوياتك. يعني ايه؟ يعني إيه على بال ما تخلصي، يعني كل يوم اعملي حاجه، ما تقعديش يوم، كل يوم اعملي حاجه. لو وراكي مشوار او عايزه تروحي لمامتك او عايزه تزوري قرايبك او اي حاجه، لا اجلي كل ده لحد ما تخلصي، لانك لو فصلت كده ممكن ايه، ممكن تكسلي. تمام. فانا الصراحه قلت ايه، هروق السلم الاول وامسحه والكلام ده كله. وفي اليوم ده الصراحة طبخت يعني خلصت يعني شوية حاجات في الريسبشن كده بالنهار، تنفيض الشبابيك والكلام ده كله، وطبخت وكلنا ومش عارف ايه. وبعد المغرب جيت كملت الريسبشن، يعني عاملاه بيوم وليلة كده. وخصوصا كمان ان انا يعني مسحت السلم ورحت المدرسة. طبعا زي ما قلت لكم المدارس رجعت تاني بقى وكده. فالصراحة بقسم شغلي كده على على اليوم، يعني بعمل شوية حاجات قبل ما اروح المدرسة، وبعمل شوية حاجات بعد ما اجي، وهكذا. وربنا يعيننا على شغل البيت. ما عادش خلاص حاجة على الامتحانات يعني وكده. فربنا يعيننا، وادعولي ادعولي ربنا يعيني كده ويشفيني يا جماعة. بصوا، مسحت بقى السلم بشوية معطر ارضيات. عايزة اقول لكم بقى احساس مختلف لما ابقى داخلة كده من البوابة الاقي السلم طراوة كده ونضيف. اما عايزه اقول لكم لما ببقى بدخل كده من البوابه الاقي التراب مقابلني، ببص انا بص عارفه يعني بصوا زي ما يكون ست البيت بقى كده ايه، بتبقى تحب تبص للحاجه تلاقيها نظيفه، غير مثلا جوزك، غير ولادك بيدخلوا عادي تراب مش تراب عادي بالنسبه لهم. الجو مثلا نظيف او مش نظيف سنه برضو عادي. انما ست البيت بقى بتاخد بالها من الحاجات الصغيره دي، من الحاجات الصغيره. عايزه اقول لكم ان هنا كان لسه الظهر ما اذنش الصراحه، الظهر كان بيأذن الساعه قعد بيأذن الساعه 1 وكده. فخليت السلم نضيف. انا بقى كده مرتاحه نفسيا. ليه انضف اي حاجه جوه في الشقه هنا او هنا؟ يبقى بحس كده ان الايه تفضل نظيفه، لان السلم نظيف. وخصوصا كمان انا عامله مخصصه للسلم يعني ايه، كروكس كده بيطلعوا بيه الشوزات بتاعتهم، اعزكم الله، تحت عند البوابه تحت، محدش يطلع بيها خالص، بسيبها تحت عند البوابه تحت. بيبقى السلم بقى ايه، تراب ناعم بقى، تراب ناعم. خليته زي العسل اهو زي ما انتم شايفين. في اليوم ده الصراحه رحت المدرسه وجيت خلصت يعني وكده، طبختي بقى وكلنا ومش عارف ايه. وكملت انا بقى قبل المغرب شوية حاجات في الريسبشن هنعملها معاكم النهاردة. الريسبشن هنضفه برضو معاكم عشان تقوموا تتشجعوا وتخلصوا كل اللي وراكم، كل يوم تعملوا حاجة كده. عايزة اقول لكم ان اليوم طول والله العظيم، وتعملي فيه كل اللي انت عاوزاه. بس عايزاكم يا جماعة تشجعوني باللايكات. كل اللي اتفرج على الفيديو كده تعمل لي لايك، وتعمل لي مشاركة للفيديو على الفيس بتاعها لكل اصحابها لكل حبايبها. وكمان لايكات كتير بقى للفيديو، وتعليقات حلوة منكم زي التعليقات الجميلة اللي بتكتبوها لي. تحرمش منكم يا رب، ولا من كلامكم الجميل ولا من تعليقاتكم الجميلة. وعايزة اقول لكم بقى ان ايه، انا قسمت اليوم كده. إيه ده بقى كده قلت اعمل اللي هو الريسبشن قبل ما المغرب يأذن. اعمله ازاي؟ هعمله بالزعافة ونفض الشبابيك والحاجات اللي محتاجة ان انا ايه افتح الشباك فيها والتراب يطلع والكلام ده كله. وهكمل بقى بعد المغرب. المغرب أذن بس خلاص، بدل فتحت بقى ايه الريسبشن عشان انضفه، خلاص مش هنام غير لما اخلص. والصراحة عايزة اقول لكم ان الليل عاد بيفوت في ثواني. يعني انا دلوقتي بسجل لكم الفيديو وهنزله برضو بالليل، بس الوقت اتأخر. مش عارفة بقى حد صاحي، لو واحدة صاحية بقى مساء الخير والفل والياسمين عليكي وانت بتتفرجي كده على الفيديو. ولو الصبح بقى عايزاكي كده تسمعي الفيديو، تشربي كوباية النسكافيه بتاعتك، كوباية القهوة بتاعتك كده، وتقومي بقى تخلصي اي جزء في الشقة. هيجيب لك انت والله العظيم طاقة ايجابية كده، وتحسي ان انت بيتك نظيف، وتدخلي المطبخ تعملي اشهى الاكلات لاولادك. مش لازم تكون اكلات بقى ايه عايزة فلوس كتير، لا اكلات اقتصادية وعلى قد الايد، على قد الايد جدا يعني.
بصوا مسكت بقى، عايزه اقول لكم مسكت الريسبشن، عندي الريسبشن هنا على جزئين، تمام، هو طويل كده على جزئين. فالصراحه بتبصي بتحسي ان الحته اللي انت داخله تنضفيها ما فيهاش تراب ولا فيها اي حاجه، ولكن لما خلاص بتدخلي بقى وتعملي بالزعافه وتنفضي الشبابيك الكلام ده كله، لا في تراب والله العظيم، في تراب. يعني احنا عايزين في كل اسبوعين كده نعمل تنظيفات عميقه عشان يبقى ايه، ما نحسش يعني بتعب لما تيجي تروقي يعني. فالصراحة مسكت بقى الايه الشبابيك. انا والله العظيم من الناس اللي على طول قافلة الشبابيك، بخاف اصلا يعني عشان من التراب. يعني ممكن افتح البلكونة بس كده بتاعت الريسبشن نص ساعة في اليوم عشان خاطر تتهوى. فالصراحة التراب كله بيبقى بره مش بيبقى جوه، يعني السلك بيبقى نضيف، هو بس عقب الشباك اللي انا بنضف فيه ده بس هو اللي بيبقى فيه تراب، اما الشباك من جوه فهو زي الفل. كان عندي قبل كده ستاير قديمة على الشبابيك، بس الصراحة حاسة ان هي موضتها ادمت كده فشلتها. عايزة ابقى اجيب بقى ايه ستاير بقى ايه اللي هي موضة جديدة كده على الشبابيك، بس في نفس الوقت كمان بحس ان هي بتريحني، يعني ايه عدم الستاير بتريحني. هفضل بقى اشيل واغسل في الستاير والكلام ده كله. كنت بشيلهم في الصيف وبحطهم في الشتاء. ليه؟ عشان خاطر الشتاء ده بيبقى عايز دفى، فبتحط الستاير كده على الشباك. اما الصيف ده بصي لو تقدري تشيلي اللي تشيليه، والله العظيم ما بضحك، تشيلي اي حاجه. ليه؟ الصيف عايز براح، يعني كل اسبوع طبعا التراب بيبقى كتير والحر وكده، فكل اسبوع عايز نظافه. فمش كل اسبوع بقى هتطلعي الستاير وتغسليهم وتزيحيهم كده عشان تنفضي الشبابيك، لا انا عايزاكي دخلة كل صيف يعني تخلصي بصي تشيلي الستاير واغسليها وحطها في الاعياد بس، او اغسليها وعينها للشتا حطها في الشتا. السجاد بتاعك لو تقيل شيليه واغسليه وعيني التقيل منه وحطي بداله مشايات، حطي بداله مشايات كده في الايه في الشقه. يعني انا ان شاء الله هشيل السجاد التقيل اغسله ومش هفرشه غير على العيد الكبير. تمام، ده خلاص بعد تفكير يا جماعة. هشيل السجاد اللي هو اللي انا مش هفرشه غير في العيد، هشيل السجاد التقيل اللي هو محطوط بقى عامل حر وخلاص يعني، تمام، واحط بداله مشايات صغيرة كده. ويا سلام بقى لو عندك بديل السجاد مشايات برضو يمشي في الصيف قوي يعني. آه هشيله واغسله وهبرمه واحطه في العيد. يعني عشان ما نغسلش على العيد تاني، بدل الجو صيف وحر انت بقى تعملي ايه، هتفرشي بس مشايات كده في الشقة عشان خاطر السجاد تعينيه مغسول وتفرشيه بقى في العيد اللي بتحب تفرش في العيد. فالصراحة عملت ايه، شلت بقى بعد ما خلصت تنفيض، شلت كمان بصوا التنظيفة دي من الاعماق بقى، تنظيف الريسبشن ده كان بالليل. يعني انا عملت شوية حاجات بالنهار وكملت بالليل. بصوا زحت بقى الكراسي عشان خاطر اعمل تحت منه، كنست تحت منهم وكنت بكنس واعمل باللي هو وامسح بالشرشوبة المكان واشغل المروحة واقعد كده على الكرسي على التليفون عما بال ما تنشف، تمام. وده الناحية التانية او زي ما انتوا شايفين كده براحتي بقى. كان بالليل وكان الولاد اتعشوا وخلاص، ويعني ايه، وكل واحد بقى اللي قاعد يذاكر او اللي نامت وكده، وانا بقى مع نفسي قلت لا هكمل. هصحى الصبح، طب ما انا هصحى الصبح برضو ورايا حاجات تانية، ورايا مثلا هروح المدرسة بروح الساعة 1، فقلت لا اكمل وخلاص بالليل. بس عايزاكم يا جماعه لسه ما حطيتش اللايك تحطوا اللايك، تعليقات حلوه منكم. اللي دخلت قناتي كده بالصدفه مش هتندمي والله، اشتركي في القناه كده واكبري بخاطري. وعايزاكم تعملوا لي مشاركه كده على الفيس بتاعكم لكل اصحابكم لكل حبايبكم، وتعليقات حلوه منكم. وعايزاكم ما تكسلوش، اعملوا كل يوم كده حاجه في البيت بنعمل اهو. وان شاء الله هنزل لكم بكره برضو كده البطاطين اللي انا بليتها كده، وهشجعكم ان شاء الله. خلصي وانجزي وكله. وزي ما قلت لك السجاد عايزه تغسليه اغسليه بس ما تفرشوش غير على العيد. افرشي شويه مشايات بقى لو انت عندك مشايات كده تقضي الغرض وخلاص. في الصيف ده عايز الجو بصوا عايز السيراميك باين تمسحيه كل شويه وتكنسيه كل شويه بمعطر الارضيات. الشبابيك برضو تنفضها كل شويه، مش عايز حاجات كتير محطوطه. هو الشتاء اللي عاوز ليه بيبقى ساقعه بقى تلج، وعايزنا نحط سجاد في
في كل حته سبحان الله. يعني المكان اللي بندوس كده عليه برجلينا في الشتاء بيبقى تلج، اما في الصيف بتدوري انت بقى كده على ايه، على لو كان شقتك حر يعني كده بتدوري على حته بلاط تمشي عليها. ما بنبقاش عايزين سجاد قوي. ولكن برضو ما نستغناش عن المشايات بقى. السجاد المشايات اللي هو ممكن تكون في المطبخ قدام الحمام، في اوض النوم. اما لو في صالة بقى وطرقة والكلام ده كله ممكن تستغني عنها بمشاية ايه، رفيعة كده محطوطة. انا الصراحة كل اوضة وكل حاجة بعملها عندي بفرش على طول، بس لما قرر بقى اغسل ان شاء الله السجاد هشيلهم واروح غسلاهم بدل ما احطهم يتملوا تراب وكده. فانا خلصت ريسبشن وعايزه اقول لكم فرشته تاني، ولكن خلاص يعني مخصصه يوم كده ان شاء الله كده بس من غير مقاطعه يعني. هاخد السجاد اللي انا قررت ان انا اغسله، لكن المشايات هسيبها. المشايات انا بغسلها على طول، ما بتاخدش معايا وقت خالص. بغسلها في الحمام قبل العيد ان شاء الله، اغسلها قبل العيد لان غسلها على العيد الصغير يعني. فان شاء الله هغسلها قبل العيد الكبير. مش هتاخد، مش شايله همها، اللي شايله همه بس السجاد. فان شاء الله هغسله وابرمه كده اللي انا مش محتاجاه، وعينه بقى ايه افرشه في العيد، واحط بدل منه اي مشايات. مش من كتر الضيوف بقى اللي بيجولنا كل شويه يعني احنا عايزين بقى ايه، نبقى قاعدين مرتاحين نفسيا في البيت. مش لازم بقى نفرش بقى ونحط وكده، لا. يعني شيلي على قد ما تقدري، شيلي عشان خاطر كل يوم بقى تصحي الصبح كده تعملي كوبايه القهوه بتاعتك وتشربيها، او النسكافيه او الشاي، وتقومي تروحي كنسه تلاقي الارضيه ايه فاضيه بقى، فيها مشايه واحده كده تشيليها وتروحي كنسه ومسحه ومظبطه النفسيه بقى في الصيف ده. عايزه اقول لكم ان لما الصيف يدخل والحر يدخل هتعوزي كل يوم تمسحي وكده، فمش هنشيل بقى سجاد ونمسح ونعمل إيه. ويا سلام بقى لو في بديل سجاد، والله نفسي اجيب بديل سجاد، ربنا يرزقني كده ويبقى معايا فلوس واجيب بديل سجاد يا جماعه. إيه حلو في الصيف، هو هيبقى حلو في الصيف. إيه خلصت بصوا خلصت وهلمع بقى. يعني انا خلصت الجزء ده كده وهلمع الايه، كنست بقى ومسحت وظبطت يعني، وهلمع بقى شويه الترابيزات اللي فيه وكده. استنى الريسبشن ده يعني ايه مش قعدتنا فيه على طول، فانا بلاقيه نضيف يا دوبك بنفض بس حتى والله العظيم شلته ما لقيتش تحت منه تراب كتير. عايزاكم يا جماعه ما تنسونيش في اللايك، اللي لسه ما حطيتش اللايك تحط اللايك، تعليقات حلوه منكم، مشاركه للفيديو. يا رب كده فيديوهاتي تكون بتشجعكم وبتنشطكم وتاخدوا منها كده طاقه وايه، وتقوموا تخلصوا كل اللي وراكم. حرمش منكم يا رب ولا من كلامكم الجميل. ربنا يسعدكم يا رب ويوفقكم ويكبر بخاطركم جميعا، ويوفق ولادنا في الامتحانات، اللهم امين يا رب العالمين. خلاص هما بيمتحنوا امتحانات الشهر اليومين دول، امتحانات شهر ابريل تمام، وكمان اللي هو جدول الامتحانات بتاع اخر السنة نزل كمان، فربنا يعينهم ربنا يعينهم على المذاكره وكده. الصراحه طول النهار عماله اقول لهم قوموا ذاكروا قوموا ذاكروا. الشويه اللي بيجوا بعد المدرسه يعني بعد المغرب كده عايزين يعملوا فيهم ايه بقى، عايزين يقعدوا شويه على التليفون، يشربوا شاي، يقزقزوا لب، يروحوا يجيبوا حاجات من السوبر ماركت. فانا صوتي بيتنبح عليهم قوموا ذاكروا بقى قوموا ذاكروا عشان ما عادش في وقت. يعني خدوها جد بقى خدوها جد، ما عادش غير اسبوعين، خدوهم جد وبعد كده ارتاحوا طول الصيف يا جماعه ارتاحوا. بيني وبينكم كده انا بضحك عليهم، يعني طول الصيف بقى هم عايزين يقعدوا بقى على الايه، على النت. عايزه اقول لكم حاجه كمان، ان في الصيف ما تخليش ولادك طول الصيف بقى مبقاش فيه ايه، مبقاش فيه دراسه ولا دروس ولا الكلام ده كله. ما تخليش ولادك لو واخدين على القعده على النت، اعملي لهم وقت مخصص. لو كل واحد له تليفون، لا افصلي النت في ساعات، يعني ما تخليهمش قاعدين على التليفون طول النهار وطول الليل عشان نقول صيف وكده، لا. نظمي كده وقت ايه، وقت ولادك الصراحه. بصوا اللي فكرني بقى بنتي الصغيره بتقول لي انا بصي هاخد الاجازه وهقعد بقى على النت براحتي ليل ونهار. عايزه اقول لكم ان والله العظيم من كتر القعده على التليفون عينيها وجعتها السنه. انا كنت كاشفه عليها وعامله لها نضاره. فانا من يوميها بفصل النت بقى تمام. يعني على الساعة كده ممكن شوية بالنهار، ساعتين بالنهار، وعلى الساعة 10 بالليل 11 لو طولت بفصله. أول ما بتفصلي النت، أول ما بتفصلي فيشة النت بتلاقي البيت كله نام خلاص، بتلاقيهم ناموا غصبا عنه.
وتلاقيهم كمان طلعوا كده على التلفزيون يتفرجوا بقى على حاجات ايام زمان. تمام، اللي هي بقى ايه، اللي هو كرتون يعني. بص بتتفرجي انت معاهم كمان. بتلاقي حاجات ايه، حاجات حصلت كده ما بتحصلش لو هم قاعدين على التليفون على طول. بتلاقي اللي جعان بيروح يعمل اكل وياكل كده، حاجات فايدة فيها فايدة عن التليفونات وعن النت والكلام ده كله. آم، ربنا يعيننا جميعا كده على شغل البيت ويهدلنا ولادنا، اللهم امين يا رب العالمين. بصوا كده لمعت بقى وظبطت. عايزه اقول لكم يعني ايه الاجزاء جايه كده. انا عامله شويه بالنهار وشويه بالليل، فانا ايه منتجت لكم الفيديو كده. لمعت، بصوا لمعت كل حاجه بقى حرفيا في الريسبشن. طبعا المكتبه كان عليها تراب، والله العظيم كان عليها تراب، مش عارفه التراب ده بيجي منين. نضفتها من فوق وهوريها لكم من فوق دلوقتي. ونضفتها بقى من كله بقى اهو زي ما انتوا شايفين كده. تقريبا التلفزيون ده عندي ما بيتفتحش اساسا خالص، يعني كنت بفتحه على القرآن الكريم بس يعني اهو زي ما انتوا شايفين. التلفزيون ده يا جماعة اللي انا متجوزة بيه والله العظيم اثري. بصوا مش اثري قوي يعني. توشيبا، توشيبا وزي العسل يعني. كان على ايامنا بنجيب التلفزيون ده مني، زي بقى عنده تلفزيون ايه قديم كده كان على ايامه برضو بيجيبوا في جهازه. بصوا اللي جبت بقى كده الايه المكتبه. نظفتها كده وظبطتها من اي تراب فيها الصراحه. اي كركبه فيها برضو بشيلها ارميها. بلاقي مثلا اي حاجه فيها كده لو مش محتاجينها برميها الصراحه، عشان ما بحبش الكركبه. اهو زي ما انتوا شايفين كده هنلمع بقى وافرش بقى السجاده تاني، عشان عما بال ما اقرر بقى اغسلها ابقى اشيلها اغسلها. او زي ما انتوا شايفين، بدل ما ابرمها بقى واحطها تحت السلم تبقى فيها تراب وكده، لا فرشتها تاني. بس بعد كده بقى هروح شايلها، الجو هيبقى نضيف وحلو. بصوا خليت فوق المكتبه قشطه كده. ما بعرفش اصوره الصراحه، عشان خاطر ايه، ما بعرفش اصور فوق المكتبه. والورد ده كده قلت اديله رشه كده، بدل ما اغسله ساعات بغسله تحت الحنفيه وساعات ايه برشه كده اهو زي ما انتوا شايفين كده. خلصت وجبت السجاده وفرشتها، عما بال بقى ما اشيلها اغسلها. ده اول حاجه هتتغسل السجاده دي، لان ما هفرش مكانها مشايه صغيره ان شاء الله. اهو يا جماعه وكده الفيديو بتاعي بيخلص. عايزاكم تعملوا لي بقى مشاركه للفيديو، تعليقات حلوه منكم، واشوفكم بقى في فيديو جديد.